السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة حبايب قلبي هعمل لكم بقى جلاش باللحمة المفرومة اللي أنا بعمله في رمضان. عايزة أقول لك الحمد لله في العزومات، عايزة أقول لك محدش أكله مني إلا لما قال لي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ليه؟ لأن أنا بعمله بطريقة جميلة جدا. هقول لك تعمليها إزاي، بس قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتعملي لايك للفيديو، علشان انا عايزه اقول لكم ان التليفون بتاعي بايظ وانا بصور لكم، واصلا والكاميرا بايظه تمام. فانا مرضتش اللي انا اطول عليكم في الفيديوهات، فقلت خلاص انا هنزل بقى، وحتى لو الوضع كده مفيش اي مشكله، يعني انتوا بقى تستحملوني تمام. لا اما اخد التليفون من صاحب البيت، وطبعا صاحب البيت مش هيقدر يديني التليفون، لو ادهوني النهارده مش هيدهوني بكره، مش هيدهوني بعده تمام. فخلاص احنا نستحمل بعض كده، حتى لو الاضاءه مش احسن حاجه فخلاص مفيش مشكله بقى ايه، انتوا حبايبي تستحملوني. بصوا بقى حبايب قلبي، بس ما تنسيش بقى تعمل لايك للفيديو، كمان اشتركي في القناه. طبعا انا عصقت اللحمه زي ما انت شايفه، ما بحطلهاش جنس اي حاجه في قلب الحل. ليه؟ علشان ما تتكورش معاك وتبقى تبقى مفتفته كده تمام. جبت هنا 3 بصلات كبار وحطيت عليها، دي كان نص كيلو من اللحمه، حطيت 3 بصلات كبار، وحطيت كمان قرن من الفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر دي ضربتهم كويس جدا في قلب اللهم صل على النبي في قلب الكبه. عايزه اقول لك بقى يا خراش، يعني ريحه اللحمه بتبقى جميله. حط بقى البهارات بتاعتك، حط بقى شويه كده من الفلفل الاسود، وكمان شويه من الكزبره يا جماعه. حط شويه كزبره للحمه، عايزه اقول لك يعني بجد بتخليها جميله جدا. لو في حته كده ايه من البصله كبيره، انا من عن نفسي مش هسيبها، يعني هشيلها تمام. بعد كده بعد ما حطيت التوابل، حطيت بقى شويه ميه وسبتهم لحد ما تبدا تتعصج معانا تمام. حط بقى البهارات بتاعتك كده، شويه من الفلفل الاسود من 7 بهارات، وظبطي وهتبقى معاكي ايه ما شاء الله جميل. على ما تستوي تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا يا جماعه الناس اللي هي بتحب الرقاق، نصيحه مني ليك الوجه الله، احسن نوعيه نظيفه جدا جدا هي نوعيه روتانا. عايزه اقولك بتبقى جميله جدا، انا جربت كله بس دي بصراحه حلوه قوي. إيه لو انت رحتي عند حد موثوق منه هاتي منه، لان ساعات بتبقى موجوده عند الناس وتبقى متخزنه كتير من رمضان والكلام ده فاهماني، فما بتبقاش مجروره. لكن لما انت تجيبيها بصي ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقولك الورقه بتاعتها حلوه جدا، وانا ما بغيرش نوعيه الجلاش خالص تمام. فجربيها هيبقى حلو. طيب حطيت كده معلقتين من السمنه في قلب الارضيه، علشان ده احنا مش هحط سمنه تاني، هي بس في قلب الارضيه علشان تعملهولك من تحت وتخليه جميل. طيب تمام، انا هعمل ايه تاني؟ بصوا بقى يا جماعه، انا هقولك طريقتي اللي انا بعمله، وطريقتي ده مش هغيرها خالص خالص. وجربي، انت مش هتخسري حاجه، انت لو جربتي وشفتي الحاجه جربي، لو عجبتك خير وبركه، ما عجبتكيش يبقى ما تعمليش تاني، يعني فاهميني. انا بحط زيت بس فقط لا غير، بس زيت نوعيه نضيف. هتقولي لي طب ما بتحطيش سمنه ليه والتشريبه والكلام ده؟ انا هقول لك التشريبه امتى في الوقت اللي انتوا تحطيه. لكن انا بحط سمنه، السمنه يا جماعه بتورقه بتخلي الطبقات معاكي متورقه وجميله. شفت عامله زي الفطير كده بالظبط. شفت لما بيبقى طبقات ليه؟ لان هو طبيعه الزيت كده. طيب انت بتقولي بقى ما حطيتيش سمنه، السمنه بتنشفه قوي زياده عن اللزوم وما بتورقوش، ده بالعكس لو كترت السمنه فيه هو اصلا طبيعته لما بيجي يعني يبرد هتلاقيه مجلبز معاكي، يعني انت فاهميني. لكن انا يعني انا بقول لك النصيحه اللي انا بعمله، ان الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب، محدش كلم منه الا قال لي جميل. طبعا انا حطيت الرأي الاولانيه، هما كانوا لفتين جلاش، حطيت الرأي الاولانيه، حطيت اللحمه تمام، حطيت عليها بقى شويه كده من الفلفل الاسود، بحب انا الحركه دي تمام. وكمان حطيت اللفه التانية دي، خلاص دي اخر لف. ظبطي بقى الدنيا كده، والحروف اللي هي بتبقى موجودة على الصينية ظبطيها علشان تاكلي معاكي احلى جلاش. خلاص هو كده، خلاص انا عملته. طيب تعالي بقى انا هعمل ايه. عندي هنا شوية من الشرب فقط لا غير، مش حاطه عليها اي حاجه، شويه شرب. هبتدي ان انا اسقسق بيها كده شويه، واسيب التانيين شويه على جنب. ليه انت بتعملي الحركه؟ انا مش هحطهم كلهم، لا انا بحط بس شويه في الاول كده واسيبهم على جنب، علشان بعد كده لما تيجي تحطهم تاني، اللقطه دي راحت فين، اللقطه دي راحت فين؟ لما تيجي تحطهم تاني يا جماعه تقطعي، وبعد كده تكملي الشويه. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم حاجه.
طيب انا بقى بالنسبه لي انا بحط الفرن قولي معايا الجلاش دي في قلب الفرن وبسيبه. بحط الجلاش في قلب الفرن تمام. وبعد قبل ما تيجي تطلعيه كده بحاجات بسيطه، تبتدي بقى تحط شويه الايه، ربع كوبايه كده او نص كوبايه من اللبن. حط عليها بس ايه شويه كده من الملح وخلاص، او شويه من الملح المبهر بتاعي. عايزه اقولك يا خراشي بيدوله لمعه تحفه، تحفه، وبيدوله طراوه. لكن لما تيجي بقى تكتري اللبن يا جماعه، لما تيجي تاني يوم تعينيه اقسم بالله ما تعرفي تاكليه. هتحسي طعمه، بصي البتاع مبرولة. لكن دي عسل عسل. بصوا يعني معروف الجلاش بتاعي انا بعمله بالطريقه دي جميل جدا 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 تحفه التحفه. تحفه الفحت كده زي ما بيقول. ليه؟ إيه، مقرمش من بره وطري من جوه. ما بحبش الرقاق المعجن، ما بحبش الرقاق المعجن. لا ثم لا ثم لا. بحب يبقى مقرمش من تحت كده وايه وحلو. طيب انا عملت هنا كده بقى جنبهم شويه طحينه. احنا كل واحد بيحب الحاجات اللي هو بيعملها فبيعملها. وطبعا انت عايزه بقى تحتفظي بيها على الرخامه كده، عشان لو عيالك مثلا جم من الدرس وجعانين وعايزين ياكلوا. انا حطيت على فكره معلقتين من القشطه، القشطه بتخليه جميل. دي اختياري على فكره. دي اختيار. بصوا ما عايزه اقول لكم اللقطه، وانا بقول اللقطه راحت فين. اللقطه راحت فين اهي. اهي الحمد لله الحمد لله. بصوا بقى فاكرين الشوربه لما انا كنت عاملاها؟ الشوربه انا حطيت نصها تمام، وسبت النص التاني. يعني انا حطيت بس شويه في الاول بحيث لما انتي تسيبيه بس 5 دقايق وتيجي تقطعي يبقى هواين معاكي في التقطيع، ما يعذبكيش. لكن في ناس بتقطعه وهو ني كده، طب ما هتبقى تقيله معاكي وهتبقى هتدهوري فيها. لكن لما تحط شويه كده من اللهم صل على النبي من الشوربه هتبقى هوينه معاكي في التقطيع. بصي بقى اتقطعت اهي وبقت جميله. تعالي بقى بقيه الشوربه بتاعتك سقسقي بيها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تحفة تحفة. اهي كده تمام. طيب انا عايزة بقى الوش بتاعه يبقى كهرمان طالع كهرمان. انا لو عندي الاضاءة بتاعتي احلى من كده، طبعا التليفون الكاميرا مش مظبوطة زي ما انا قلت لكم. تعالوا بقى نعمل ايه. انا عايزة الوش يبقى حلو، الصفار البيضة بس فقط لا غير، وشوية من الفلفل الاسود بس، تحطيش حاجة تاني. وتبتدي بقى اللي انت تحطي على كل حتة موجودة فيه. صفار البيضة يا جماعة بيخليها عسل. حطيه في الفرن على درجة حرارة 180. شوفي طلع معاكي زي البفتة البيضة ازاي، وطعمه حكاية الحكايتين. ربنا يبارك يا رب كل اللي اكل منه. جربوا بقى الوصفة بتاعتي دي وهتعجبكم ان شاء الله. وخزنيه بقى، حطيه بقى كده براحتك، كلي منه في وقت ما انت عايزة. حلو جدا. طيب بالنسبة للتسوية بتاعته درجة حرارة، يكون درجة الحرارة بتاعة الفرن سخنة، ما تحطيش برد. علشان لو حطيتي درجة الحرارة باردة هينشف منك قوي زيادة عن اللزوم. لا انت حطي مثلا، لو انت هتحطيه في قلب الفرن اللي هو بتاعك اللي هو العادي اللي هو البوتاجاز، سخني الفرن مثلا ايه 3 4 دقايق كده على درجة حرارة 180، وابتدي حطيه في قلب الفرن تمام. اول ما يتحمر الجناب من تحت وبدأ يحمر معاكي، وحط السكينه كده شوفي احمرت من تحت، اطفي من تحت وشغلي الشوايه. عايزه اقول لك والله جميل جدا وهيعجبكم. جربوا الطريقه دي. يا رب اللي تعمل لايك اللي تعمل لايك ربنا يا رب يوعدها بزياره البيت الحرام عاجلا غير آجل في رمضان ان شاء الله، وانا معاكم باذن الله. يعلم ربنا اللي انا بس يعني بقول لكم على كل المعلومات علشان الواحد يعمل حاجة ان هو تبقى في ميزان حسناته تمام. يعني انا يعني يعلم ربنا ان اي حاجة يعني اللي انا بقولها لوجه الله. بقول برضو عشان تستفاد، لان انا لما بعرف اي معلومة من اي حد والله لو انا معرفوش بقول الله يبارك له. السلام.